تواترت الأحاديث أنها في العشر الأواخر، والأوتار آكد وآكدها 27، هي في الوتر من العشر الأواخر. قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهي في السبع الأواخر أقرب، لحديث فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر، متفق عليه. وقال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، رواه مسلم. والأوتار آكدها، وليلة 27 آكدها. وأبي بن كعب كان يقول: والله إني لا أعلمها، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، رواه مسلم. أبو ذر يقول: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قال: لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم، لسه. ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قال: لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم، فقمنا معه ليلة 27 حتى أصبح، بعين سكت، ما قال إنها وراءك يعني وراءكم يعني أمامكم يعني ستأتي، ما قال كذلك. الحديث رواه أحمد وسنده صحيح. طيب، ليلة القدر تتنقل، ممكن تكون في عام ليلة 21 أو ليلة 23، ليلة 27، ليلة 25، ليلة 29، آخر ليلة من رمضان، طبعا لمشيئة الله وحكمته، لكن أكثر ما تكون ليلة 27، ولذلك لازم نتحرى فيها ما لا نتحرى في غيرها، ونعبد فيها ما لا نعبد في غيرها، ونجتهد فيها ما لا نجتهد في غيرها.